السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم مرحبا بكم في برنامجكم قوارير على قناة السلام الفضائية. هذه المرة سوف نتحدث عن موضوع مهم حساس جدا، ألا وهو العنف ضد المرأة. هل تعرضت يوما ما إلى العنف سواء كان جسديا لفظيا؟ ما هي أثاره عليك وما هي أثاره على المجتمع؟ ولماذا العنف ضد المرأة في الأساس؟ وما فائدة وما النتيجة التي سوف ترؤوا إليها؟ كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه اليوم في حلقتنا من برنامجكم قوارير مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك أستاذة خديجة بيننا. أهلا وسهلا فيك أستاذة نور، حياك الله. مرحبا بك أستاذة خديجة. في البداية، هل يمكن أن نعتبر العنف ضد المرأة وصلت إلى درجة الظاهرة؟ مع الأسف الشديد العنف ضد المرأة أصبحت ظاهرة اجتماعية وظاهرة عالمية، يعني مما يمارس وما نسمعه، وأصبح أخذ بعدا آخر. بعد أن كان العنف فقط عنفا جسديا، أصبح يعني أخذ أشكال كثيرة جدا مع الأسف الشديد. في الأساس لماذا تعنف المرأة أصلا؟ ما هو السبب؟ ربما النظرة الدونية للمرأة وأنها مخلوق ضعيف هو هذا الذي يبدأ مسلسل العنف عند المرأة، أو أنه بسبب مسؤولية الرجل أو ممارسة القوامة بشكل خاطئ يجعله يشعر أنه قوي ومسيطر عليها، فبالتالي يعنفها. ربما الأفكار التي يحملها المجتمع تجاه المرأة كما كان في العهد الجاهلي أن المرأة لا نفع منها، فإنها لا تحمي ولا تسمي ولا تغني من جوع، فبالتالي هذا يسهل من تعنيفها أو ممارسة العنف عليها. إذن هي مجموعة أشياء متراكمة، مسألة ثقافة أو مستوى معيشي أو مستوى اقتصادي أو مفهوم معين هو السبب الأساسي الذي يجعل اليوم المجتمع أو الرجل يمارس العنف على المرأة. هل أحيانا تصل المرأة أن تكون سببا في تعنيفها أو هي في تعرضها إلى التعنيف؟ هو أساسا لازم العنف يعني كلمة صعبة جدا وكلمة قاسية جدا حتى تمارس. إذن المرأة ما الذي سوف تفعله حتى يمارس عليها العنف؟ أساساً يعني مسألة العنف هي مسألة يعني قاسية جداً. يعني تخيلي أن يكون العنف الجسدي مثلاً ممارسة الضرب عليها، إذا ما الذي فعلته هذه المرأة حتى يمارس عليها الضرب؟ الذين يبررون أنه هي السبب في ممارسة العنف عليها هم يبررون لأنفسهم ويوجدون المبررات لممارسة هذا العنف فقط، لكن أساساً المرأة لا تقوم بأشياء تسبب لها الأذى سواء كان جسدي أو نفسي أو إلى آخره. فالمرأة كائن يعني ليس عنيف أساساً. ما هي أنواع العنف ضد المرأة؟ هناك أنواع كثيرة جدا يعني ضد المرأة. أول شيء أشكال العنف الجسدي مثل الضرب واللطم والركض والخنق والاعتداءات بأدوات حادة أو رمي الأشياء المنزلية في وجهها أو حجزها أو سجنها في المنزل. هناك أيضا العنف النفسي، الإهانة والإذلال والتحقير والنقد الدائم ومناداتها بأحقر الأسماء والتهميش والهجر والإهمال وسبها، أو ممكن منعها من التعليم أو ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية، منعها من الاتصال بالناس. كل هذه أشكال من أشكال العنف النفسي. أو العنف الجسدي أو الجنسي اللي هو التحرش الجنسي أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي، استخدامها بشريكة بطريقة غير لائقة جسديا مثلا. أو العنف الاقتصادي، منعها من العمل، حرمانها من التصرف في مالها حتى لو كان مالها الخاص، أو أخذ راتبها كاملا، أو الاستيلاء على ممتلكاتها، أو حرمانها من الميراث. أو العنف الأسري كما نقول نحن بكل أشكاله، أو منعها أيضا كما قلنا من العمل أو الزواج أو الإنجاب بهذه الأشكال. كل هذه أشكال عنف تمارس ضد المرأة مع الأسف الشديد في واقعنا الحالي. أين ينتشر العنف ضد المرأة بكثرة؟ أكثر الأماكن انتشارا للعنف ضد المرأة هو المكان الذي يجهل فيه الناس الحقوق والواجبات أو الضوابط الأخلاقية والشرعية في معاملاتهم. معنى ذلك أنه يتواجد في الغالب في الفئات المفروض أن في الفئات التي لم تتلقى التعليم الجيد، لكن مع الأسف الشديد
أصبح اليوم هذا الشيء ظاهرة، فأصبح منتشرا أيضا في من يحملون الشهادات العلمية، فإنهم يمارسون نفس الأمر بشكل طبيعي جدا وبشكل لا يشعرون بأنه هو مشكلة أو يسبب في مشكلة في المجتمع. هل هو منتشر العنف ضد المرأة في عالمنا العربي في الأساس؟ أصبح الآن ظاهرة في عالمنا العربي، أصبح منتشرا بقوة وبكثرة، وهناك مبررات ومسوغات لأفكار وعادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان لتبرير ممارسة العنف، أن المرأة قاصر وأنها من ضلع عوج وأنها سفيه وأنها تحت هذه المبررات والذرائع تم ممارسة أو ما زال يمارس عليها هذا العنف بكل أشكاله مع الأسف الشديد. أستاذة خديجة، بما أنه هناك أصوات وهناك كلام يقال أنه الإسلام يشجع العنف ضد المرأة، هل هذا صحيح؟ والله هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا نعرف من أين أتى، بالعكس الإسلام عندما جاء كرم المرأة ورفع منزلتها، وأول أشكال التكريم أنه جعل الرجل قائما عليها أن يقوم على خدمتها ورعايتها وحمايتها، فبالتالي من أين أتت هذه الأفكار؟ بالعكس الإسلام عندما جاء رفع من مكانة المرأة وجعل مالها الخاص ومالها الخاص ليس لأحد أن يتحكم فيه، وهذا هو العنف الاقتصادي الآن الذي يمارس عليها، التحكم براتبها وحرمانها من الميراث. جاء الإسلام وقرر لها حق في الميراث، جاء الإسلام وقرر لها أن المهر لها وليس لأحد حق أن يأخذ منه أي شيء إلا بطيب نفس منها، فرفعها منزلتها من خلال عدم ممارسة العنف الاقتصادي. جعل مسألة الزواج أنه لها أن توافق أن تتزوج برضاها وليس غصبا عنها، معناها أن العنف الاجتماعي الذي مارس عليها الآن منعه الإسلام تماما. لها حق الإنجاب، لم يجعل للرجل سلطة في هذا الأمر بالقبول أو بالرفض، إنما المرأة لها حقها أن تطلب الطلاق أو الخلع، معناها العنف الاجتماعي الذي مارس عليها الآن غير موجود لأنه حافظ على كرامتها. فبالتالي بالعكس الإسلام عندما جاء حرم ومنع ممارسة العنف على المرأة في أدلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. جميل. معنى ذلك أنه إكرام المرأة دلالة على كرم الرجل، وإهانتها وإذلالها دلالة على حقارة هذا الرجل ومنزلته الدنيئة، فوصف الرجل حسب تعامله مع المرأة بصفات الكرم أو الذل. وأيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رفقا بالقوارير، معناها أنه أوصى بهن وصية شديدة ألا يمارس على المرأة أي شكل من أشكال العنف أو الظلم أو القهر لها. وما هو رأي الإسلام في العنف بالعموم وبالخصوص ضد المرأة؟ الإسلام أساساً يحارب العنف بكل أشكاله، سواء مورس على المرأة أو مورس على الحيوان أو مورس على أي شيء في هذه الحياة. فما بالنا إذن بالمرأة التي هي كل المجتمع، التي هي تنشئ هذه الأسرة المسلمة، معناها أن المرأة تحتاج أن تتواجد في بيئة تشعر فيها بالأمان والانسجام والراحة حتى تستطيع أن تقوم بواجبها من حيث الرعاية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كانت المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ويمارس عليها العنف والظلم والقهر، كيف سوف تستطيع أن تؤدي دورها في طاعة الزوج أو تلبية احتياجاته وتلبية احتياجات البيت والأبناء وتنشئة هذه العائلة التنشئة التي يحبها الله سبحانه وتعالى؟ إذا الإسلام حرم كل أشكال العنف وكل أشكال الأذى التي تمارس في هذه الحياة الدنيا، وتوعد من يقوم بذلك بالعذاب الشديد. جميل. أستاذة خديجة، بما أننا تكلمنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا قال عن المرأة ورفقا بالقوارير، هل هناك مواقف من السيرة النبوية الشريفة يمكن أن نستذكرها وأن نتعظ بها عن العنف ضد المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم ما يتحدث مع إحدى زوجاته، وأعتقد أنها أم المؤمنين حفصة أو عائشة رضي الله عنها. المهم أنه كان يتحدث معه، فكأنه يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتحدثن معه ويرفعن أصواتهن بعض الأحيان، هكذا يعني الشكل العادي للمجتمعين. عندما رأى أحد الوالدين هذا السلوك قام يريد أن يضرب ابنته، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فوقف في وجهه في منعه في ممارسة هذا الذي نسميه الآن العنف. هو أساسا رغبته هو ألا ترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أكثر من ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس منع تماما أن يمارس هذا الشيء تجاه المرأة، يعني
أن نتخيل نحن حديث ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. وأيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، معناها رفع منزلة المرأة، أنه أخبر أن من يربي فتاتين فهو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين، وضم بين السبابة بين إصبعيه، يعني أنه يكون مساويا لي يعني أو مجاورا لي في الجنة. لماذا هذا الشيء؟ معناها أن الرعاية في المرأة والعناية بها تستلزم عدم العنف وعدم تعنيفها أو القسوة عليها أو ظلمها أو قهرها. هذا معناها بذل جهد مضاعف جدا في تربيتها والعناية بها ورعايتها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أشياء كثيرة جدا في هذا الجانب. وكما نرى أن في الإسلام كما قلنا رفع من منزلة المرأة بعد أن كانت في الجاهلية محقرة وليس لها قيمة. وهذا الواقع مع الأسف الشديد الحديث الذي نعيش فيه هو شكل من أشكال الجاهلية القديمة في ممارسات الظلم والقهر والعنف ضد المرأة. جميل. أستاذة خديجة، ما رأيك في من يبرر العنف ضد المرأة؟ يقول عادي خليها تعنف تؤدب وهكذا. هذا التبريرات هي المشكلة. التبريرات تدل على قصر الفهم وقلة العقل وضعف التفكير، ليست أكثر من ذلك. لماذا تعنف المرأة؟ سؤال، لماذا تعنف؟ لماذا يستخدم العنف ضد المرأة؟ هل هي لا تستطيع أن تتجاوب وتتعامل وتتفاعل مع ما يقضى إليها من أوامر أو توجيهات أو تنبيهات دون العنف؟ أم أنه تفريغ للغضب أو تحقير لها أو تقليل من شأنها أو ممارسة القوة على مخلوق ضعيف؟ إذا من يبرر هو أساسا يشعر بالضعف والخوف منها، هذا ما أراه أنا، أو يمارس الجهل عليها إذا كانت أساسا في منزلة أعلى. إذا هو التبرير أساسا مشكلة، التبرير مشكلة للأمر الخطأ، لأنه يدل على قلة العقل والسخف الذي يحمله الإنسان، فليس له هدف في هذه الحياة يعيش من أجل إلا إثبات أنه الأقوى والأفضل، وإذا أراد أن يثبت ذلك يثبته على مخلوق لا يملكه لنفسه شيء. جميل، شكرا لك أستاذة خديجة برهان على هذه المعلومات، ولكننا سوف نعود إليكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في برنامجكم قوارير على قناة السلام الفضائية. وكنا نتكلم عن العنف ضد المرأة، هذا الموضوع الحساس الذي تناولناه قبل الفاصل. وعدنا إليكم مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك أستاذة خديجة بيننا مجددا. أهلا وسهلا بك أستاذة نورة. أستاذة خديجة، أحيانا دائما ما نرى الصورة التي هي منتشرة أن المرأة تتعنف أو تتعرض إلى العنف من الرجل، ولكن هل يمكن أن تتعرض المرأة إلى العنف والتعنيف من المرأة في الأساس؟ تمارس المرأة العنف على المرأة نفسها يعني؟ نعم يمكن، لماذا ليس يعني لا يمنع ذلك، لأن الإنسان الغاضب يفرغ غضبه على من هو مثله أو يعرف أنه ضعيف يعني. فالمرأة عندما يمارس عليها العنف يصبح عندها غضب كامل واحتقار لنفسها وأذى وشعور بقلة الحيلة، فهذا كله تحتاج أن تفرغه. فمن سوف تفرغه؟ إما أن تفرغه في أبنائها فتمارس عليهم أيضا العنف، وإما أن تمارسه في النساء التي حولها، إذا كانت بالذات صاحبة السلطة في وظيفة ربما تكون مديرة فتمارس العنف على النساء التي أقل منهن، لأنه العنف دائما يمارس من الأقوى للأقل قوة، وهو شكل من أشكال التفريغ. فبالطبيعي يعني يمارس عليها العنف سوف تمارسه على الآخرين من باب التفريغ النفسي فقط. كيف يمكننا الحد من العنف ضد المرأة بالعموم؟ هو فكرة المجتمع ومفاهيمه تغيرت تماما الآن، وثقافة المجتمع وموروثاته تغيرت، والأعراف والعادات تغيرت كثيرا، وأصبح الناس يرزحون تحت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الحديثة التي أصبحت تضغط على نفسياتهم. فإذا أردنا اليوم أن نحد من مسألة العنف ضد المرأة نحتاج التوعية والإرشاد والتوجيه، وخاصة في من يمارسون هذا العنف يجب أن نبحث ما هي الأسباب. تغيير طريقة تفكير الناس تجاه السلوكيات التي يمارسونها يساعدنا نحن في ضبط هذه السلوكيات. إذن لا نستطيع اليوم أن نعالج المرأة التي تعرضت للعنف والإبقاء على المعنف كما هو طريقة، إنما يجب أن نغير المفاهيم
ونوجد العقوبات المناسبة التي تضبط هذا السلوك وليس تزيد السلوك سوءا يعني. لذلك دائما نقول من أمن العقوبة أساء. كيف مورس العنف على المرأة؟ لم يقف أحد في وجه هذا المعنف. عندما كانت المرأة المتزوجة تعنف من زوجها لم يقفوا عائلاتها وأهلها بجوارها، لم يمنعوا أهل الزوج هذا الزوج من ممارسة هذا العنف، إنما برروا أنه زوجها من حقها أن يؤدبها يعلمها، فأصبحت المرأة بالنسبة له كسلعة. ومن هذا التهميش صدقت المرأة أنه يعني يصح ومن حقها أن يفعل هذه الأشياء لأنها ضعيفة، إلى من سوف تذهب وتلجأ يعني. فبالتالي سكوتها أيضا جعل المعنف يبرر ويتمادى في هذا السلوك. إذا نحتاج اليوم توعية المعنف والمجتمع المحيط به والعائلات في تربيتهم وتوجيههم وتقوية المرأة ورفع ثقتها بنفسها وتعليمها كيفية الدفاع عن نفسها وإيقاف هذا المسلسل من العنف منذ البداية وليس الصبر عليه منذ البداية، لأن العنف مسألة تراكمية، ومورس أول مرة لم يجد ردة الفعل المناسبة فمارسه مرة أخرى، لكن منذ البداية إذا تم إيقاف هذا الأذى عليها سوف يتوقف هذا المسلسل ولن تصبح كرة ثلج. جميل. ما هي أيضا إمكانيات أن نرى آثار التعنيف ضد المرأة؟ يعني هل هو على المستوى الاجتماعي والمستوى الشخصي أيضا؟ ما هي آثاره؟ على المستوى الشخصي طبعا قلة الثقة بالنفس وضعف التقدير وشعور المرأة بالغضب والاكتئاب وممكن محاولات الانتحار. على المستوى الأسري طبعا الأطفال عندما يرون والدتهم تعنف في البيت طوال اليوم طوال الليل والنهار، ما الذي سوف ينشأ عندنا؟ سوف ينشأ عندنا أبناء عندهم كمية كبيرة جدا من الغضب الذي يحملونه داخل أنفسهم، كمية كبيرة جدا من المخاوف، أيضا الشعور بعدم الأمان، بعدم الاطمئنان، بعدم وجود الحنان، عدم القدرة على توجيههم. فبالتالي أطفال مفككين تماما. عندما يخرجوا للمجتمع ما الذي سوف يخرج إلينا المجتمع؟ أطفال عندهم غضب كثير ويشعرون بالحنق على هذا المجتمع فيمارسوا أيضا العنف على الآخرين أو التنمر على الآخرين، فبالتالي يؤثر على بناء المجتمع، تكثر الجرائم وتكثر حالات الطلاق وممارسة العنف في هذا المجتمع، يصبح هو الشيء المعتاد وليس وجودهم في حالة من حالات السلم أو الاطمئنان أو الهدوء. ما هي الآثار أيضا التي تتسبب في الحالة الأسرية والمجتمعية للعنف؟ أكبر حالة هي حالات الانتحار أو الطلاق أو التفكك الأسري. معنى التفكك الأسري معناها أنه إيجاد أبناء غير منضبطين سلوكيا أو نفسيا، معناها إيجاد أشخاص يمارسون التنمر أو الغضب في الآخرين أو ارتكاب الجرائم، فبالتالي المجتمع تصبح عنده نسبة الجرائم مرتفعة نتيجة لنسبة العنف الذي يمارس داخل البيت الذي يراه الأبناء. هذه مشكلة كبيرة جدا يعني في كثير من المجتمعات، مثلا إن ممارسة العنف يمارس القتل للمرأة أيضا المعنفة والمجتمع لا يقوم بأي شيء. هل التعنيف في الصغر له آثار حينما يكون الشخص أكبر أو بالغ؟ كل شيء يبدأ في الصغر يتأصل ويصبح عميقا أكثر، والشخص البالغ اليوم عندما يقبل التعنيف معناه أنه قد مورس عليه وهو صغير، فبالتالي لم يجد التجاوب وردة الفعل المناسبة فقبله وهو كبير. لكن الشخص البالغ الكبير الذي نشأ في أسرة سوية ونشأ وهو يشعر بثقة كافية بنفسه وتقدير عالي لنفسه لن يقبل بأي شكل من الأشكال العنف الذي سوف يمارس عليه، إنما سوف يقف في وجهه. فبالتالي ما يمارس على الأطفال وهو صغار سوف نراه يمارس عليهم وهو كبار. ماذا يجب أن تفعل المرأة المعنفة، أو ما هي الطرق والوسائل التي يجب أن تتخذها حينما تتعرض للتعنيف؟ أولا يجب أن تفهم المرأة ما الذي يمارس عليها ولا تنظر له بتساهل. يعني الضرب مثلا هذا شكل من أشكال العنف، يجب أن يكون من ضمن مفاهيم المرأة عدم قبول الضرب بأي شكل من الأشكال من أي شخص كان حتى لو كان والديها، يجب أن ترفض هذا الشيء وتقف في وجهه. إذا مارس الزوج اليوم العنف على المرأة يجب أن تدرك المرأة أن هذا مؤشر غير جيد في علاقتها بهذا الرجل، لأنها سوف تفقد الإحساس بالأمان، فيجب أن تعالج الأمر مباشرة، إما بإدخال أحد كبير في الأسرة أو وضع خط أحمر أو يعني إيصال رسالة قوية وعنيفة لهذا الرجل أن هذا يعني الضرب سوف يكون له توابعه حتى لا يتكرر.
إذا فعلت هذه الأشياء المرأة أوقفت الموضوع من البداية سوف نستطيع أن نسيطر على الأمر. لكن إذا تعامل مع الموضوع أنه كان غاضبا وكان هكذا وليست سلوكه والتمست له الأعذار، سوف يقوم بضربها مرة أخرى، ثم ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة. عند ذلك سوف تفقد أساسا الرغبة في الحديث في هذه الأمور، وسوف تنظر للموضوع أنه أمر عادي جدا. إذا هنا الدور عظيم جدا على المرأة أن تحدد هي الخطوط الحمراء في علاقتها بمن حولها حتى لا يمارس عليها هذا العنف. حتى العنف المادي يجب أن تقف في وجهه، لا تستحي أن تطلب ميراثها أو توقف الزوج عن أخذ راتبها، وألا يستخدم الضغط والتخويف عليها في هذه الأمور. يجب أن تكون عندها وعي عالي جدا بما لها وما عليها في هذه العلاقات كلها. أستاذة خديجة، أيضا بما أنه كنا نتكلم عن تعنيف الزوج لزوجته، هناك هو في الإسلام في آية كريمة تقول واضربوهن، ولكن فهمت بطريقة تجعل للزوج الحق في تعنيف زوجته وكأنه حق لا مشروط. فما القصة أصلا وما تفسير هذه الآية؟ أولا الآية القرآنية فاضربوهن هذا آخر العلاج في مسألة نشوز المرأة، يعني هي لم تأتي في أول السياقات العلاج. يعني إذا رأى الرجل من المرأة سلوكا يحتاج إلى ضبط وتعديل، الوعظ والنصيحة والهجران، ثم آخر شيء الضرب. والضرب هذا أساسا في الإسلام له ضوابط شرعية. معنى الضرب إيش هو؟ ضربها بالمسواك حتى معناها تأثير نفسي فقط، يعني هكذا لإحداث التأثير النفسي عليها، لتغيير سلوكها، لتعديل سلوكها، وليس لقهرها. لكن بعض الناس مثلا تفهم واضربوهن أنه لي الحق أن أضربها ضربا مبرحا، ضربا يصيبها بالأذى لتعديل سلوكها، لتعديل. طيب قبلها هناك خطوتين، نصيحتها وتوجيهها وهجرها. هل نقوم بها؟ لا نقوم بها، يعني مباشرة ننتقل إلى مسألة الضرب. فالضرب ضرب معنوي وليس ضرب جسدي كما هو نراه الآن. هذا فهم خاطئ وتبرير خاطئ للسلوكيات المنحرفة التي يمارس على المرأة. جميل. أستاذة خديجة، أيضا ما هو الفرق ما بين العنف الجسدي واللغوي واللفظي الذي قلت عليه سابقا قبل قليل؟ العنف الجسدي هو متمثل في الضرب والأذية الجسدية المباشرة. العنف اللفظي هو إطلاق الكلام السيء والإهانة والتحقير والإذلال ومناداتها بأسماء قبيحة أو أسماء مكروهة. هذا عنف نفسي يعني اللفظي، لأنه يؤثر على نفسيتها فتصدق ما تسمعه فتتبرمج عليه فتؤثر على الآخرين. يعني تخيل أن الرجل مثلا يطلق على زوجته أو يناديها دائما باسم قبيح تكرهه. ما الذي سوف يحدث مع الوقت؟ مع الوقت يتراكم عندها الغضب، ربما تقتله أو تؤذي أبنائها أو تؤذي نفسها بسبب هذا اللفظ الذي يطلق عليها. هنا إذن شكل من أشكال العنف ليس فقط الجسدي الذي ظاهر، إنما بعض الأحيان يكون العنف اللفظي غير ظاهر لكن نتائجه تكون مدمرة على مستوى الأسرة والعائلة. أستاذة خديجة، هل يعتبر أيضا التمييز نوع من أنواع العنف؟ مثلا نقول أن هناك في الأسرة ابن وابنة، لكن يتم تفضيل وتمييز دائما الابن على الابنة، هل هذا أيضا يعتبر نوع من أنواع العنف؟ أساسا العنف بهذا الشكل يعتبر نوع من أنواع العنف، وبعض الأحيان يطلقون عليه بعض الناس أنه نوع من أنواع أيضا يعني شكل من أشكال التنمر في داخل الأسرة، لكن أنه نوع من أنواع العنف، لأن التمييز هذا أساسا مرفوض ومحرم في الإسلام. تمييز الأبناء عن بعضهم من بعض، تمييزهم في السلوكيات، في المعاملات، في العطاءات، في الحنان، في الحب، في الرعاية، كلهم هذا أيضا شكل من أشكال العنف. بعض الأحيان يحدث أيضا بين نفس الجنسين، يعني بين ولد وولد في نفس الأسرة، أيضا هذا عنف يمارس. لأنه ما هي نتيجة العنف الذي يمارس؟ هو عبارة عن غضب وحقد يتكون عند المعنف، فبالتالي يظهر على هيئة سلوكيات ورفض وأذية للآخرين أيضا. أستاذة خديجة، نلاحظ كثيرا أنه المرأة في الآونة الأخيرة صارت تقريبا في كل المجالات، سواء كانت في البيت أو في العمل، في المدرسة، في التعليم وغيرها. هناك نوع من أنواع العنف الذي تتعرض عليه في وسط العمل، فما هو هذه أنواع العنف الذي تتعرض عليه في وسط العمل وكيف تقوم بصده؟ أولا العنف الذي يأتي مثلا من المدير أو المدير الأعلى منها فيمارس عليها العنف من خلال سلطته التي يملكها، أو العنف الذي يمارس عليها من خلال المهنة التي
تمتهنها، فربما يكون هناك رجل في نفس المستوى لكن راتبه وامتيازاته أفضل منها لأنها هي امرأة فقط يعني، أو أنه لا ترتقي في السلم الوظيفة لمستوى معين لأن النساء لا يصلن إلى هذا المستوى، إنما هو حكر على الرجال، أو ضغطها بالعمل الكثير جدا لأنها امرأة يعني يجب أن تعمل تثبت نفسها. هذه أشكال أو التمييز من خلال الرواتب يعني التي فتعطى راتبا أقلا في حين أنها تبذل جهد أكثر من مثيلها من الرجال مثلا في نفس الوظيفة أو المهنة، أو مثلا التخصصات الدراسية تكون حكرا على بعض الرجال أو للرجال وليس للنساء. كل هذه أشكال من العنف الذي يمارس على المرأة في العمل، وهو من الضغط النفسي الشديد الذي يمارس عليها أيضا. جميل. وكيف يجب أن تتصرف حينما تتعرض لهذه أنواع العنف في العمل؟ في البداية وعي المرأة يصنع فرقا كبيرا، وعي المرأة بالواقع الذي تعيشه، بالمجتمع الذي تتواجد به، بما تتعرض له، وفهمها وإدراكها لماذا يحدث هذا الشيء وكيف يمكن معالجته وصده. وعيها بهذه الجوانب يجعلها قادرة على التعامل مع العنف الذي يمارس عليها سواء داخل البيت أو خارجه بطريقة ذكية وحكيمة دون أن تؤذي نفسها وتؤذي من حولها، إنما بالعكس تكون عضوا فاعلا في تغيير هذه السلوكيات. نحن قلنا كل هذه السلوكيات موجودة لأجل أنه لم يتم التصدي لها منذ البداية سواء من المرأة أو المجتمع أو الأسر أو الحكومات، إنما بعد أن استشرت وأصبحت ظاهرة اجتماعية أصبح يقام لها ندوات للتوعية بالأضرار والتوعية بكيفية دفعها وردها. إذن وعي المرأة في هذه الأمور له أكبر الأثر والنتيجة في تغيير هذا الواقع. جميل. شكرا لك يا أستاذة خديجة على هذه المعلومات المفيدة والمهمة جدا للتعرف على العنف ومعرفة كيفية علاجه وكيفية التصرف إن تعرضنا إلى تعنيف. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقيكم بإذن الله في العدد القادم. للقاء.